كنت كنتظر كما كان منتظر. اليوم ما تصوروش الواتساب ديالي ما قوت الرسائل ودوك النوتيفيكاسيون ما حليتوش، والله ما حليتو حتى الان. مازال ما قريت غير الشتائم والسب غير على الموضوع اللي هضرت عليه البارح. عطيت رايي كيفاش كنشوف الامور. لا ما عنديش الحق، دايره فلانه، عرفتي ما تصوروش اشنو طرا. رغم انني شنو درت البارح، انا درت غير تحليل، وخدمت عقلي وقلت لكم اودي كيفاش ان في 2019 ما سمعناش نهائيا باكبر قضيه فساد في تاريخ المغرب، اللي هي هادشي دابا ديال سعيد الناصري وبعيوي والبارون ومرة اخرى هم ابرياء حتى تثبت يثبت هادشي عليهم، حتى يثبت. والا كنتعرض للسب والشتم، حيت لاحظتي اخواني خواتي انا ما كنمشيش مع الموجه. انا عمرني ما كندير ما يطلبه المشاهدون. ياك واحد الوقت اخنوش وهبي كيتسبوا ما ركبتش، انا ما ركبتش على الموجه. عندي راي واحد اخر مختلف، واش ما نحقيش مثلا غير هادشي دابا ديال هاد الملف هذا. كاين اللي بغى يسمع وهبي مورط، واش من حقي يقول لك اودي بلاتي حتى نشوفوا المحكمه. ماشي ضروري القجع مورط، ماشي ضروري، وحنا جايين القجع. واش عنده علاقه مع الناصري؟ عاديه، هذا رئيس نادي والاخر سميتو الجامعه الملكيه كره القدم، طبيعي غتكون معاهم عندهم علاقه. فالموضوع ديال البارح قلت ودي، وانا شنو قلت؟ جوج الحوايج مهمه. في 2019 غير خرجت هذه القضيه هذه حمزه من بيبي دنيا باطنه. 2023 عاوتاني غير بانت هذه القضيه اللي بانت في 2019 وطمسوها نقد خرج. واش فهمتيو؟ الواحد انا خدمت عقلي ودرت 1+1=2 ودرت تحليل. حتى واحد ما قال لي عبد اللطيف المغزني خرج هضر، والثامنين قالوا لي هضر على الفنانه، قلت لهم انا ما مقتنعش، ما قنعتينيش بانها ممكن ديرها بزاف عليها، بزاف. كاين اللي قالك لا راه مدانه المحكمه. يا سيدي انا ما كنهضرش على المحكمه، واش جبت لكم المحكمه؟ واش علاش كتقولوني داكشي اللي ما قلتوش؟ واش انا جبت لكم المحكمه؟ انا هضرت على الجرائم والتهم اللي دارتها، اللي قلت لك اسكوبار في ياماتو هو وجمعوا مع إل شابو وجمعوا مع غامبينو وجمعوا مع اللي بغيتي، مع داك ديال شيكاغو، مجتمعين ما غاديش يسواو داكشي اللي سمعنا عليها، ما كيدخلش العقل فاقط هادشي اللي قلت. وباش نجيب لكم نختم هذا الموضوع نجيو ل 2023، قلت لك اودي كيقول مشيت للانترنت ما لقيت حتى مقال على 2019 في المغرب اللي كيهضر شي حاجه، والمغاربه كلهم كيهضروا على الملف ديال والو ما كاين حتى شي حاجه. اذا انا قلت هذا، اذا هذه هي تلك، هذه هي اللي غطاو بها الحقيقه وداروا لنا داك الملف ديال والو. انا اللي كنقول والو هذا غير التحليل ديالي. علاش الناس علاش عندنا المؤمنين والكفار؟ بنادم موحد كيوحد صاحبي، هذا هو الموضوع. وكل شيء باغي يسمع ان هذيك السيده هي مشاكل المغرب. والمهم راكم فهمتوا شنو كنقول وفهمتوا المقصود ديالي.